السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير وأتم صحة دايما. في فيديو النهارده هقول لكم ازاي تعملوا تورته للمناسبات، اقتصاديه وسهله وبسيطه، مش هتاخد معانا وقت، ومش عاوزه نكون جبارين قوي في المطبخ عشان نعمل تورته طعمها حلو قوي. وفي نفس الوقت هيبقى طعمها في منتهى الجمال، مش هتفرقوه خالص عن اللي انتوا جايبينها من بره، ويمكن احلى كمان بكتير. اي حد يقدر يدخل المطبخ يعمل التورته دي. زي ما قلت لكم هي سهله قوي. الاهم من كل ده بقى ان هي هتكفي كل العيله، طعمها حلو قوي يا جماعه. تابعوا معايا الفيديو للاخر. لو انتوا لسه اول مره تشوفوني، انا اسمي فريده ودي قناتي. اعملوا لايك واشتراك ويلا بينا على طول على الفيديو. اول حاجه هنا في بوله هنزل عندي ب4 حبات من البيض، ومهم قوي ان هم يكونوا بدرجه حراره الغرفه. وعليهم هنزل بكوبايه معياريه من السكر الحبيبات. عاوزه اقول لكم ان عليهم نزلت ب5-6 نقط كده من الفانيليا سايله، بس ما جتش عندي في التصوير. لو هتستعملوا فانيليا سايله نوعها يكون كويس، فاستعملوا 5-6-7 نقط. اما لو مش عارفين نوعها ايه، او مثلا جايبينها سايبه، فحطوا معلقه صغيره من الفانيليا سايله. اما لو هتستعملوا اللي هي الاظرف، فاستعملوا 4 اظرف من الفانيليا البودر. ده لكل بيضه بيكون ظرف واحد. وعلى طول بنخفق كل المكونات اللي هي البيض والسكر والفانيليا مع بعض لحد لما نتأكد ان السكر داب كويس قوي، والخطوة دي مهمة جدا. هنزل عندي هنا بكوباية الا ربع من الحليب، او كوباية الا ربع من اللبن الرايب، او كوباية الا ربع من الزبادي مزوداه شوية مية. يعني خدوا ممكن كوباية زبادي لو ما عندكوش لبن وتحطوها في الكوباية بتاعتكم المعيارية، وزودوها مثلا معلقتين مية كده وقلبوها لحد لما تحسوا ان هي جابت الكوباية الا ربع. ونزلت عندي هنا بالزيت كوباية الا ربع برضو من الزيت. استعملت اللبن اللي معايا كان لبن رايب، يعني لبن غليته وتساب في التلاجة لحد لما اتقطع مني يا جماعة. تمام. حطيته عادي جدا، ما تقلقوش، بيعمل طراوه للكيك رهيبه زيه زي الزبادي بالظبط. وعلى طول بقى بخفق كل المكونات دي كده مع بعضها لحد لما احس ان الخليط بقى لونه فاتح كده شويه، وكل حاجه دابت وكانه خليط واحد. بعد كده بالمنخل بقى هنخل عندي كوبايه ونص معياريه من الدقيق. عليهم هنزل بنص كوبايه من الكاكاو الخام الاسباني. انا استعملت اللي هو الاسباني، هو افضل نوع في الكاكاو الخام. تمام. اي نوع كاكاو عندكم خام استعملوه، مفيش مشكله، بس الاسباني بيدي لون غامق كده للكيك وبيبقى حلو قوي. عليهم هنزل بمعلقه ونص صغيرين من البيكنج باودر. يعني عايرت الاول معلقه صغيره، وبعد كده عايرت المعلقه التانية، خدت نصها بس. هنخلهم بقى كويس قوي. مهم قوي ان الكاكاو يتنخل، لانه بيكون فيه حبيبات صغيره ما بتدوبش يا جماعه بعد ما نحطها في الكيك لو احنا ما نخلناهاش. وبرجع اخفق تاني المكونات الجافة مع المكونات السائلة لحد لما الدقيق والكاكاو ما يكونش ليهم اي اثر، ويكونوا اتشربوا كل المكونات السائلة. بوقف على طول خفق، مش عاوزين نسبة هواء تدخل جوه الكيك كتير. ده هنا القوام بتاع الكيك بتاعنا بيكون قوامه كده زي ما انتم شايفين كده بالظبط. تحسوا كمان ان لون الكيك غامق قوي، ده لانه الكاكاو الاسباني كده. حضرت معايا صاج 20 في 30، واخدته كده مسحه خفيفه من الزيت، وعليه حطيت ورق من الزبده. وده عشان يبقى سهل ان انا لما الكيكه اجي اشيلها من الصاج تتشال معايا بكل سهوله. وعلى طول بقى نزلت خليط الكيك بتاعي في الصينيه بمعلقه او استاتولا او خبطتين حتى للصينيه، عشان تظبطوا سمك الكيك في كل الصينيه. ما تكونش مثلا حته فيها كيك كتير وحته تانية كيك فيها اقل. حاولوا يكون سطحها كل واحد، عشان كلها بعد التسويه تطلع سمكها يكون واحد. قبل ما تحطوا بقى خليط الكيك عندكم في الصينيه بتاعتكم، مهم قوي ان انتوا في الوقت ده تشغلوا الفرن على درجه حراره 190. مش عاوزين الفرن يكون ساخن قوي عشان الكيك ما يطلعش قوي بسرعه مننا وينفش. وبعد كده اول ما نخرجه ياخد وقت معانا، يعني من 30 ل 35 دقيقه على حسب حراره الفرن او نوع الفرن. تحطوه في الصينيه ولعوا الفرن 190 رف اللي فوق النار مباشره. ادوها خبطتين بقى 3 كده، عشان لو فيها اي فقاعات هواء زياده بتطلع كده على الوش وتفرقع زي ما انتم شايفين كده بالظبط. وعلى طول بقى على الفرن. تعالوا نجهز الكريم شانتيه. في نفس البوله اللي عملت فيها الكيك هنزل فيها بكوبايه ونص معياريه من بودره الكريم شانتيه اللي هي الخام يا جماعه. لو مش موجود وعندكم اللي مضاف لها سكر، فهتنزلوا بكوبايتين كبار معياريه. ليهم هنزل بمعلقتين كبار من الكاكاو الخام الاسباني. وعليهم هنزل بكوبايه ونص من الميه المتلجه. وده مهم قوي ان هي تكون متلجه، ويا سلام بقى لو فيها كده قطع من التلج. لو هي متلجه وفيها قطع من التلج مش هتاخد معاكم وقت خالص في الخفق يا جماعه، هتتماسك بسرعه، تديكوا قوام رهيب بجد.
طول بقى بالمضرب الكهربائي هنخفق كل الحاجات دي كده مع بعضها. ضفت على فكرة معلقتين كبار من السكر اللي هو الحويبات بس مجوش في الكاميرا. ده لو انتوا هتستعملوا كريم شانتيه او بودرة كريم شانتيه اللي هي الخام، ضيفوا معلقتين كبار من السكر سواء بودر او حويبات، ده او ده مفيش مشكلة خالص. وهنبدأ نخفق بقى على سرعة عالية لحد لما القوام بتاعه يتماسك. كل مدى بتحسوا ان قوامه اتماسك شوية هتفضلوا تخفقوا لمدة 20 دقيقة هيتماسك معاكم على طول. ده هنا القوام بتاعه عاوزينه يكون كده. هحطه بقى في التلاجة لحد لما يتماسك كده، لحد ما الكيك بتاعنا يخرج من الفرن ويبرد معانا تماما. بقى هحضر معاكم صوص شوكولاته بسيط كده، وهو مش اقتصادي قوي بس يعني هو سريع معانا كده ومش هياخد معانا وقت خالص وهيكون متماسك. هنا معايا معلقتين كبار من الحليب الساخن، هضيف فيهم قالب كده مربع من الكاكاو او الشوكولاته اللي هي الخام، شوكولاته المطبخ. لو بتستعملوا اللي هي القوالب 200 جرام فاستعملوا 50 جرام مثلا، تمام كده. القطعه اللي انا مستعملها دي هي 50 جرام خلاص. وبقلبها بقى كويس وبسيبها كده لحد لما تاخد سخونية الحليب، هتدوب معانا وتسيح خالص يا جماعة لحد لما تكون معانا شكلها كده دابت وشكلها صوص كده. هحطها بقى في التلاجة لحد لما تتماسك تماما، عاوزينها تتماسك افضل من كده. الكيك بتاعنا بقى خرج وما شاء الله اللهم بارك، الكيك طري ومنفوش وهش خالص ومش معجن كده، وهتشوفوا كل حاجة. سيبته لحد لما برد تماما وهبدأ ان انا اشيله. ورق الزبدة بيسهل عليا ان انا اشيله بكل سهولة. وبعد كده هبدأ ان انا اشيل ورق الزبدة من عليه من الجناب واقلب الكيك بتاعنا واشيل ورق الزبدة ده خالص يا جماعة. وعلى طول بقى بشيل الاطراف بتاعتي. الاطراف بتكون جامده كده شويه بس بصراحه انا ما شلتش الا طرفين اتنين كانوا هما اللي حسيتهم شداد شويه، لكن التانيين سبتهم لانهم كانوا طريين جدا. الكيك مهم قوي ان انتوا ما تطولوش عليه في الفرن عشان ما يتحرقش منكم او يطلع ريحه شياط او ينشف منكم. يعني كل شويه تبصوا عليه، واول ما تحسوا ان الوش بتاعه خلاص تماسك كده وما عادش فيه اي سوائل خرجوه على طول، ما تخلوش ياخد وقت طويل في الفرن. خلاص الكيك ده مش بيترمى، هو بيتاكل على طول وهو مش مستاهل اصلا ان احنا نعمله كوباط او حاجه، كميه بسيطه خالص وزي ما قلت لكم بتتاكل ما بتقعدش. شايفين بقى ده الطرف التاني طري خالص فما شلتوش. لسه انا بقى بمسطره هبدا ان انا اقسم الكيك ده لنصين اتنين كده، حاولوا ان هما يكونوا قد بعض عشان ما نرجعش نقطع تاني من الكيك. شوفوا هنا قوام الكيك وشكله من جوه عامل ازاي. هنا دي بقى معايا كوبايه من الحليب دوبت فيها معلقه كبيره من السكر ومعلقه صغيره من الكاكاو اللي هو بتاع الشرب، وهبدا ان انا اسقي بيه الكيك. لو مفيش حليب ممكن تدوبوا ميه بسكر وتكتفوا بكده مفيش مشكله خالص، تمام. ده او ده عادي. حطيت حليب عشان كنت عاوزه الكيك يكون يعني يكون فيه اكتر استفاده منه، بما ان ولادي ما بيشربوش اللبن كده صحيح، فحبيت ان انا احطه لهم كده اسقي بالكيك بتاعي. هبدا ان انا احط كده حاجه بسيطه اسقي الكيك كله، يعني مش لازم ان انا اكيب بكميه كبيره في مكان واحد، المهم ان انتوا تشربوا الكيك بتاعكم كله. انا اوزع الكريمه بقى. عاوزه اقول لكم بعد ما حطيت الكريمه في التلاجة تماسكت زياده وكانت عايزه ميه كمان، متخيلين؟ بس كسلت بصراحه ان انا اخفقها تاني، بس قوامها كان لذيذ قوي يا جماعه بجد. جوه الكيك كانت ماسكه كده الكيك في بعض وكانت حلوه قوي. المهم ان انا هوزعها كده، ممكن تعملوها بكيس حلواني، ممكن تحطوا كده بالستاتولا او بمعلقه، يعني زي ما انتوا عاوزين. انا حطيت شويه كده بالكيس الحلواني وكسلت ان انا املاه تاني، فقمت حطيت على طول من البوله على هفرد بقى الكريم شانتيه كده زي ما انتوا شايفين، وحاولوا ان هو يكون سمكه كله واحد ويكون كله علو واحد، ما يكونش جزء فيه كتير وجزء تاني مفيش فيه كتير، تمام. ظبطوها بقى وخدوا وقتكم وما تقلقوش وهيطلع معاكم حلو قوي. حسيت انه في نقره كده شويه في الكيك فما تقلقوش برضه هتتظبط من الكريم شانتيه. وعلى طول بقى بحط قطعه الكيك التانية. عاوزه اقول لكم ان انا الورق الزبده اللي خرجته وحطيته كده في طروف الكيك بتاعنا عشان اللي انا حاطه عليها الكيك ما تتعكش من التزيين والحاجات اللي لسه جايه لها في الطريق، تمام. بعد ما بحط الجزء التاني بتاع الكيك ببدا ان انا اسقيه برضو زي ما انا عملت في اول قطعه من الكيك. المهم ان انتوا توزعوا صح بس الحليب يا جماعه عشان ما يبقاش حته طريه قوي وحته ناشفه. بصوا حطيت الجزء التاني وبقيت بقى افرد كده زي ما انا عاوزه بالسكينه او بالسكرابر. يعني بصوا عايزين تعملوا برضو بظهر معلقه، مش عندكم اي حاجه تقدروا تعملوا اي حاجه يا جماعه، يعني عادي خالص، تمام. لو عندكم استاتيولا برضو هتسهل عليكم ان انتوا تفردوا، بس بصراحه حبيت السكينه اللي هي الكبيره
تمام. كنت متحكمة فيها كويس وكنت عارفة امسكها حلو قوي من الايد. عموما تقدروا تعملوها باي حاجة عندكم. خلاص كان عندي السكرابر وكان عندي الحاجات دي كلها، بس الناس اللي عندها مشكلة الاعصاب دي هتبقى فاهمة انا بتكلم ازاي. عموما اعملوها وزي ما تطلع من ايديكم هتبقى يعني زي العسل. افردوها بقى كويس قوي، وسمكها يكون كل واحد ما يكونش حتة اعلى من حتة، على قد ما تقدروا حاولوا ان انتوا تظبطوها. عاوزه اقول لكم ان الجوانب حطيت فيها كميه بسيطه خالص من الكريم شانتيه، مسحه يا جماعه، ما حطيتش كميه كبيره. وبعد ما غلفتها كلها كده جبت مسطره، والمسطره دي مخصصه للمطبخ بس مش بعمل بيها اي حاجه تانية. ببدا ان انا اعمل خطوط كده زي ما انتم شايفين، هعملها عكس عكاس، يعني هعمل رايح كده وراجع تاني. خلاص يعني من الجنب التاني. خلاص كده ده عشان يسهل عليا ان انا لما اجي اعمل صوص شوكولاته عليها تبقى سهله. هنا بقى بشرت قصدي نص قالب من الشوكولاته زي ما انتم شايفينه كده، وحطيته في الفريزر عشان يتماسك. وهبدا ان انا بقى اغطي الجناب بتاعه الشوكولاته. حطوا بقى الشوكولاته بتاعتكم على ظهر المعلقه زي ما انا بعمل كده. خلاص عشان ما تهدروش كميه شوكولاته كبيره. هنا صوص الشوكولاته اللي احنا عملناه مع بعض وسبته يتماسك في التلاجة لمده نص ساعه يا جماعه، مش اكتر من كده. هبدا امشي بقى على الخطوط اللي احنا عملناها دي على الكيك بتاعنا من فوق. تمام كده. الخطوط اللي احنا عملناها بالمسطره دي هتبقى حلوه قوي للناس اللي ايديها بترعش كده زي حالاتي. هيسهل عليهم الدنيا قوي. خلاص. وبعد كده بقى هجيب الجوانب دي هحط عليها شويه من الشوكولاته اللي احنا بشرناها. خلاص عشان اداري الخطوط دي كده كلها. وهنا الشوكولات شيبس بقى اللي هو الصغنن القوي، هحط كده على الصغنن اللي قوي يا جماعه بني. خلاص كميه الشوكولاته دي ترجع لكم كريسبي، يعني عاوزينها كتير عاوزينها قليله دي حاجه بتاعتكم. مكسرات مجروشه سوداني، بصوا اللي تحبوه حاولوا توزعوه، ما يكونش كتير برضو عشان ما يبقاش شكله اوفر. خلاص استعملوا بني بس، استعملوا ابيض بس، يعني انا كان عندي اللون ده واللون ده. المهم لو هتعملوا اعملوا اللي هو الاحجام الصغننه اللي قوي، وفي منه 3 احجام، الصغير والوسط واللي هو الكبير. الشوكليت شيبس اللي هو الابيض هبدا ان انا احط كده زي ما انا حطيت البني بالظبط. شوفوا لي بقى الجمال، شايفين شكلها عامل ازاي؟ تقطيعها سهل جدا وراقيه خالص، بسيطه وبجد رهيبه، طعمها حلو، كفت كل العيله وعيله العيله. تقدروا بقى تعملوها للمناسبات الحلوه، لمة العيلة. خلصنا خلاص امتحانات والنتيجة بانت، فعاوزين بقى نعمل حاجة كده ونقعد ناكلها مع بعض واحنا مبسوطين. شايفين بقى؟ شوفوا بقى القطع على بعضها عاملة ازاي. شوفوا بقى طبقة الكيك وطبقة الكريمة قد ايه متماسكة، شكلها عاملة كده كأنكم ماسكين قطعة جاتوه جاية من افخم محل حلواني. الكيك مسام ضيق خالص، والكريمه متماسكه، والكيكه سهله ما اخدتش معانا وقت ولا مجهود، وطعمها في منتهى الجمال، وده اهم حاجه. بس كده خلاص الفيديو بتاعنا خلص. اتمنى من كل قلبي وصفه النهارده تكون عجبتكم. لو وصلتوا لحد هنا ولسه ما اشتركتوش في القناه ضروري لازم تشتركوا عشان يوصلكوا اشعار باي وصفه جديده انا بنزلها. اشوفكم ان شاء الله على خير، مع السلامه يا حلوين.